يا ترى إزاي ممكن نحول أي وصف عادي بنحكيه عن الماضي لقصة حقيقية مليانة تفاصيل وحياة؟ السر كله في زمن واحد بس في اللغة الإنجليزية، وهو ال past continuous أو الماضي المستمر. النهاردة هنكتشف مع بعض إزاي نستخدم الزمن ده عشان نخلي حكاياتنا عن الماضي تبان كأنها شريط سينما بيحصل قدامنا دلوقتي بالظبط. طيب إيه اللي هنعرفه في الدقايق الجاية؟ بصوا هنمشي مع بعض خطوة بخطوة. الأول هنشوف مشهد يوصف حدث في الماضي، بعد كده هنفهم يعني إيه ماضي مستمر، وهنعرف القواعد بتاعته وتكوينه. وبعدين ودي نقطة مهمة قوي، هنتكلم عن الأفعال اللي ما بتاخدش ing. وفي الآخر خالص هنحط خط فاصل واضح بينه وبين الماضي البسيط عشان الموضوع يبقى سهل. طيب، خلينا نبدأ. دايماً أحسن طريقة عشان نفهم أي قاعدة هي إننا نشوفها بتستخدم إزاي على أرض الواقع. عشان كده هنبدأ بمثال بسيط جداً، بس هيورينا قد إيه الزمن ده قوي وقادر يرسم صورة كاملة في خيالنا. تخيلوا معايا المشهد ده. The sun was shining and the birds were singing. يعني الشمس كانت بتشرق والعصافير كانت بتغني. واخدين بالكم إزاي الجمل دي بترسم خلفية للمشهد؟ ده بالظبط اللي بيعمله الماضي المستمر. هو اللي بيجهز المسرح، هو اللي بيحط الديكور، بيخلينا نعيش جوه اللحظة ونشوف إيه اللي كان شغال في الخلفية لما الحدث الأساسي حصل. تمام. المثال اللي فات ده وضح لنا قد إيه الزمن ده قوي، بس عشان نعرف نستخدمه صح لازم نفهم الأول تعريفه الأساسي. يعني إيه هو بالظبط الماضي المستمر ده وإمتى بنستخدمه؟ ببساطة شديدة، الماضي المستمر ده بيوصف فعل كان، خلينا نقول، في نص الحدث في لحظة معينة في الماضي. يعني إيه؟ يعني الفعل بدأ بس لسه ما خلصش، كأنه بيعمل باز للزمن عند لقطة معينة ويقول لنا بصوا ده اللي كان بيحصل في اللحظة دي بالظبط. طيب إيه هي استخداماته الأساسية؟ الموضوع ليه كذا استخدام مهمة جدا. أول حاجة زي ما شفنا بنوصف بيه خلفية الأحداث في قصة، زي لما نقول الدنيا كانت بتمطر. تاني حاجة ودي مهمة قوي، لما يكون في فعل طويل شغال وفجأة يقطعه بفعل تاني قصير، زي I was reading when the phone rang، يعني كنت بقرأ لما التليفون رن. وممكن كمان نستخدمه عشان نوصف حدثين كانوا بيحصلوا في نفس الوقت، زي مثلا She was cooking while I was watching TV، هي كانت بتطبخ وأنا كنت بتفرج على تلفزيون. دي بس أمثلة سريعة عشان نشوف هو مفيد إزاي. نيجي بقى للخبر الحلو. تكوين الجمل في الزمن ده سهل جدا. الموضوع كله عبارة عن معادلة بسيطة وواضحة. يلا بينا نشوفها مع بعض. المعادلة بتاعتنا بتتكون من 3 أجزاء رئيسية سهلين قوي. أول حاجة بنبدأ بالفاعل subject، بعده على طول بنختار يا was يا were، وفي الآخر بنجيب الفعل الأساسي ونحط في آخره ing عشان نبين الاستمرارية، وبس كده. طيب في الجمل العادية أو المثبتة الاختيار بسيط خالص. لو الفاعل مفرد يعني I, he, she, it بنستخدم معاهم was. أما بقى لو الفاعل جمع يعني we, they, you فبنستخدم معاهم were. بسيطة مش كده؟ طيب لو عايزين ننفي الجملة، الموضوع أسهل ما يمكن. كل اللي هنعمله إننا هنحط كلمة not بعد was أو were. وطبعا في الكلام العادي بتاع كل يوم الأسهل والأشهر إننا نستخدم الاختصارات على طول. wasn't بدل was not و weren't بدل were not. وبالنسبة للسؤال فالموضوع كله عبارة عن حركة مقص بسيطة. كل اللي هنعمله إننا هنبدأ السؤال ب was أو were وبعدين نحط الفاعل. يعني ببساطة بنبدل مكان أول كلمتين في الجملة العادية، وكده بقى معانا سؤال جاهز. لحد هنا الكلام جميل وسهل، بس دلوقتي لازم نقف عند حتة مهمة جدا، استثناء خطير للقاعدة دي، ودي نقطة بتلخبط ناس كتير حتى اللي مستواهم متقدم في اللغة. في مجموعة أفعال في اللغة الإنجليزية اسمها stative verbs أو الأفعال الخبرية. من اسمها stative جاية من state يعني حالة. الأفعال دي بتوصف حالة ثابتة، زي شعور أو رأي أو ملكية، مش بتوصف فعل فيه حركة أو تغيير. فكروا فيها كده، يجري ده فعل حركي، لكن يعرف دي حالة ذهنية ثابتة. وعشان كده القاعدة بتقول إن الأفعال دي في الغالب ما ينفعش نستخدمها في أي زمن مستمر. ودي بقى غلطة شائعة جدا وبنسمعها كتير. ما ينفعش نقول I was wanting a coffee. ده غلط تماما. الصح إننا نستخدم الماضي البسيط ونقول I wanted a coffee. طب ليه؟ لأن أفعال زي want أو need بتوصف حالة جوانا، مش فعل مستمر بنعمله. طيب إيه هي الأفعال دي؟ ممكن حد يشوفها ويقول يا دول كتير قوي، بس ما تقلقوش، عشان نسهل الموضوع هنقسمهم لمجموعات منطقية وبسيطة، وده هيساعدنا نفتكرهم بسهولة جدا. أول مجموعة معانا هي أفعال الشعور، أي حاجة ليها علاقة بالمشاعر، زي يكره، يحب، يفضل، يريد، يتمنى.
تاني مجموعة هي أفعال الحواس والإدراك، يعني الأفعال اللي ليها علاقة بالنظر والسمع والشم والتذوق، وكمان أفعال زي سيم اللي معناها يبدو. تالت مجموعة عندنا هي أفعال التفكير والحالات الذهنية، زي يعرف، يصدق، يفهم، يتذكر. كل دي حالات في العقل، مش أفعال فيها حركة. وآخر حاجة، في مجموعة متنوعة بتوصف حالات تانية زي الملكية والوجود، زي مثلا own يعني يمتلك، أو belong يعني ينتمي إلى. كل دي برضو بتعتبر أفعال حالة. تمام؟ كده إحنا شفنا القواعد والاستثناءات كمان. خلينا نلخص كل ده ونرجع للسؤال الأهم: إمتى أستخدم الماضي البسيط وإمتى أستخدم الماضي المستمر؟ المقارنة الأخيرة دي هتخلي المعلومة تثبت في الذهن تماماً. المقارنة دي بتلخص القصة كلها. لما نقول I played basketball yesterday، ده معناه إن لعبت وخلصت، الحدث اكتمل في الماضي. لكن لما نقول I was playing basketball yesterday at 5 p.m. هنا بنعمل زوم على لحظة معينة، وبنقول إن الساعة 5 بالظبط أنا كنت في النص اللعب، الفعل كان لسه شغال ومخلصش. يعني من الآخر النقطة الجوهرية هي دي، لازم نسأل نفسنا سؤال واحد بسيط: الفعل اللي بحكي عنه ده هل هو خلص وانتهى ولا كان لسه مستمر وشغال في وقت معين؟ إجابة السؤال ده هي اللي هتحدد بالظبط نستخدم أنهي زمن فيهم. ودلوقتي ممكن كل واحد يفكر إيه الموقف أو الذكرى في الماضي اللي بعد ما فهمنا الماضي المستمر ممكن نوصفها بشكل أحسن، بتفاصيل أدق وصورة أوضح. استخدام القاعدة دي ممكن يخلي أي حكاية بنحكيها تبقى حية أكتر ومليانة تفاصيل.